صباح او مساء الخير على حسب بتابعوني في اي وقت. فلوج جديد. ده تالت فلوج ليا على اليوتيوب. اتمنى تدعموني. عملت بقى ايه، فطرت وعملت شاي بحليب كده بس. وبعد كده ايه، قلت ارتب الصالة. المفرش هنا كان محتاج يتغسل، فشيلته عشان اغسله. الفوط دي جميلة جدا، بتلمع تحفة. ده غير ان هي اصلا بتمتص المية بسرعة، يعني جميلة جدا بصراحة. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بس بعد كده دخلت بقى على الاوض، قلت اغير الملايات، محتاجة تتغير. وكمان فلتر المكنسة كان محتاج يتغسل، فاخدته كده غسلة حلوة. واذكروا الله في أيام إسرائيل كم آتيناهم من آية. بس بعد ما خلصت بقى الجزء دوت من الروتين وظبطت الدنيا كده وبقت فلة، قلت افتح الاوردرات اللي انا طلبتها. كنت طالبة اكل العصافير من بيت يارد، وكنت طالبة كمان اكل الموزي. هما عاملين خصم 15% على اول اوردر. جيت بقى ايه للفقرة الأحب إلى قلبي، كنت طالبة حاجات من نون. أنا كنت طالبة أوردر نون قبل ما أطلب من بيت يارد، فكنت طالبة كان لمودي نون، وكنت طالبة له كمان دراي فود. الكلام ده قبل ما أطلب من بيت يارد. وطبعا ما ينفعش ألغي الأوردر بتاع نون عشان كنت خلاص طلبته. بس وطلبت له مناديل. المناديل دي حلوة. قلت اجيبها لعينه. هي آمنة جدا على فكرة، حتى لو المادة بتاعتها جت في عينه بالغلط مش هتعمله حاجة. وطلبت كمان كريم للإيد من شين. أنا مش عارفة الفترة دي بقيت بجيب حاجات شين كتير، يعني حتى في كريم للوش اسمه سيكا، تحفة. يعني بقالي كده بتاع أسبوع مجرباه يعني. تحفة جدا ومنور كده وشي، وحتى المسامات قللها، فعجبني بصراحة. عايزة ابقى اعملكوا عليه فيديو. وطلبت كمان سيرم. طبعا هنا محاولات فاشلة علشان امسح عينه، بس طبعا هو مش هيسكت ومش هيهدى اصلا، هيغلبني انا عارفة. استنى يا موتي. دي بقى باقي اوردرات نون. كنت طالبة غسول المناطق، ده انا اول مرة استخدمه، يعني اول مرة اجربه. كنت بستخدم سيتيال، الناس اللي عايشة في مصر هتعرفه، بس بقاله فترة مش بينزل في الصيدليات، معرفش ليه. كل ما اروح اسأل عنه مش موجود. آم، الفرشة، جبت كمان فرشة سونسوداين، انا على طول بستخدمها. فالفترة الأخيرة غيرتها لدي، بصراحة وحشة قوي، ما عجبتنيش. تعبت لي اللثة.
ده غير ان هي اصلا ما بتنضفش، بس ممكن لو حد مثلا طالع رحلة او كده يستخدمها على الناشف، بس انا بالنسبة لي استخدم المسواك احسن منها يعني. كنت محتاجة الستاند ده جدا، طلبته من نون. هو بيتثبت في اي حاجة يعني انت عايزاها، ممكن في الترابيزة، في المكتب، في الشيلف. ففكرته كانت عجباني جدا، بس اتفاجئت ان في قطع ناقصة فيه، فزعلت قوي وما لقيتش منه نازل تاني. بس هو كماتيريال بصراحة جامدة جدا، بس هي المشكلة في القطع اللي هي ناقصة فيه دي. محاولات فاشلة طبعا، عشان احاول ان انا اركبه ما كنتش هعرف ان في قطع ناقصة فيه. ده قط شارع لسه مولود، مامته كانت بتجيلنا برضه وهي صغننة خالص واتربت عندنا، بنأكلها يعني وكده، فلقيناها جايبالنا ابنها. هي كانت اختفت فترة ورجعت تاني وجابت بقى ابنها. عسل خالص، بفكر اخده واربيه مع عمودي، بس حاساهم الاتنين هيبقوا اشقياء قوي وهيبهدلوا الدنيا في البيت. عايزة أعمل الحرفة اللي هي بتاعت الكوزماتيك. ماما بقى قالت تعمل لنا سينابون بالحبة الكاملة. احنا كاملة الفترة كله. دي بقينا بنستخدم الحبة الكاملة كتير يعني، في الحلويات وفي العيش وفي اكلنا يعني معظمه. عجبني الفكرة بتاعته للناس اللي هي عاملة دايت، بنفسها في حاجة حلوة ومش عايزة تبوظ الدايت، فيبقى حلو بالنسبة لها، وممكن ما تحطش الصوص اصلا عليه وتاكله كده. متساوي وجميل ازاي. هي عملتها. ماما هتضرب الجبنة الأول عشان تنعم ما تتخرصش في قلب الكريم. خدي الشطة. بقت كريمي اهي عشان ما تخرص. احنا الصوص بتاع السينابون مش بنحب نحط عليه حاجات كتير يعني، احنا بنحط جبنة نستون وحليب وزبادي لو فيه، وكريم شانتيه وبستري، معلقة ومعلقة. بس وده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش اللايك والاشتراك. باي.